مصدقني، ضاعت خلاص. هي ايه اللي ضاعت؟ اختي ياسمين كانت هنا معايا وفجأة اختفت ومحدش عارف يلاقيها. لميس انت هربتي تاني؟ احنا اسفين جدا، هي لميس كده دايما بيتهيأ لها حاجات. يلا يا لميس تعالي. لا يا بابا مش هاجي، مش عايزه اجي معاكم، اختي اختفت. لانا، حصل موقف غريب قوي معايا النهارده. قابلت بنت كده بتقول ان اختها اختفت، صح؟ ايوه صح. انت عرفتي ازاي؟ ما هي طلبت مني اساعدها انا كمان، دي مجنونه يا بنتي، كل شويه تعمل كده مع حد مختلف، فكك منها. طب هو ايه اللي حصل لاختها؟ دي ما عندهاش اخت اصلا، كل دي اوهام في دماغها وبس، اهلها هما اللي قالوا لي كده. غريبه، كان باين عليها مش بتكذب خالص. المهم، هتجيلي النهارده عشان نذاكر مع بعض؟ لا مش هينفع للاسف، هروح اتمرن على البحر شويه عشان المسابقه بتاعتي قربت. ايوه صح، المسابقه. خلاص اتمرني كويس ولازم اشوفك بكره، ماشي؟ اكيد طبعا، باي. جماعه، حد شاف لانا النهارده؟ لانا مين؟ لانا صاحبتي الوحيده اللي في الجامعه، مالكم؟ اسراء، مفيش بنت في الجامعه كلها اسمها لانا. ايه؟ جماعه، حد شاف لانا النهارده؟ لانا مين؟ لانا صاحبتي الوحيده اللي في الجامعه، مالكم؟ اسراء، مفيش بنت في الجامعه كلها اسمها لانا. ايه؟ ازاي يعني؟ لانا سمير معانا من سنه اولى جامعه. اسراء، هو انت ما نمتيش كويس امبارح؟ جماعه، انتوا لو بتعملوا مقلب فيا انا بجد مش هسامحكم. دكتور اكرم، انا جاي اعتذر لحضرتك بالنيابه عن الطالبه لانا سمير عشان ما قدرتش تحضر امتحان النهارده. اكيد في سبب قوي منعها انها تيجي الجامعه. لانا، انا ما عنديش حد ما حضرش امتحان النهارده، كل الطلبه حضرت، واصلا انا ما عنديش طالبه اسمها لانا. هي دي بنت جت جديده الجامعه؟ لا، لو كل الناس نسيت لانا مستحيل اهلها ينسوها. انا هروح لها البيت. ايوه. عمو سمير، انا كنت جايه اطمن على لانا بنت حضرتك. بس انا ما عنديش بنت اسمها لانا، انا ما عنديش بنات اصلا. ازاي يعني حضرتك قدرت تنسى بنتك؟ انت شكلك تعبانه يا بنتي، تحب اكلم حد من اهلك؟ لا انا مش تعبانه، انتوا اللي فيكم حاجه غلط. انا كنت لسه قاعده مع لانا اول امبارح عندكم هنا على الكنبه. البنت دي مجنونه، كلم لها البوليس. البنت دي مجنونه، اطلب لها البوليس. ماشي، اطلب لي البوليس وانا هقول لهم على بنتكم المختفيه اللي انتوا مش عايزين تدوروا عليها اصلا. اطلب لي البوليس وانا هوريكم هيعمل فيكم انتوا الاثنين. انا بعتذر لك يا فندم على ازعاج البنت دي، انا هاخدها لاهلها حالا واوعدك ان انت مش هتشوفها تاني ابدا. هو ده بيتك؟ ايوه يا فندم. البوليس هو اللي موصلك ليه يا اسراء؟ في ايه حضرتك؟ في ان بنت حضرتك بتزعج الجيران اللي جنبكوا وبتقول لهم ان عندهم بنت مختفيه اسمها لانا. لانا يا ماما، لانا صاحبتي اللي كانت بتيجي تذاكر عندنا كل يوم. لانا مين؟ شفتي؟ حتى مامتك ما تعرفش مين دي، يا ريت حضرتك تعقليها. اسراء، هو انت بتقلدي لميس البنت اللي بتقول ان اختها اختفت. لا يا ماما، البنت دي مجنونه، انا مش زيها. طب اتعتلي عشان ما اوديكيش للدكتور عشان يطمنا عليك. لا خلاص، انا مش هسال على لانا تاني. انا صاحبه لميس في الجامعه وجايه اطمن عليها. بس لميس عمرها ما قالت لي ان عندها اصحاب. على العموم هي تعبانه دلوقتي ومش هتقدر تشوفك. استنى، انا جايه عشان اديها حاجه مهمه جدا عشان امتحان بكره. طيب ماشي، ادخلي. ايه السهوله دي؟ لميس اختي ياسمين راحت فين؟ ياسمين عملوا فيكي ايه؟ هو ده اللي بتقولي لها حاجه عن الامتحان؟ وانا عارفه اقول لها حاجه؟ دي بتهلوس بسببك. امشي من هنا. لا مش حالا. لميس استني، عامله ايه؟ اسراء، انا بابا حذرني اني ما اكلمكيش تاني، بعيدي عني لو سمحتي. انا مصدقاكي. مصدقه ايه؟ مصدقه ان انت كان عندك اخت اسمها ياسمين واختفت. بجد؟ انا مفيش حد صدقني خالص. ايه اللي خلاكي تصدقيني؟ عشان انا كمان صاحبتي اختفت ومحدش فاكرها غيري. ده نفس اللي حصل لاختي بالظبط. اكيد في ما بينهم حاجه مشتركه، لو اكتشفناها هنعرف هما الاتنين راحوا فين. ايوه صح. اختك كانت فين قبل ما تختفي؟ قالت لماما انها تنزل تتمشى على البحر شويه ومن ساعتها ما رجعتش. لا مش هينفع للاسف، هروح اتمرن على البحر شويه عشان المسابقه بتاعتي قربت. لانا كمان قالت لي انها تتمرن على البحر عشان عندها مسابقه. اكيد الاتنين اختفوا عند البحر، احنا لازم نروح هناك ونعرف ايه اللي حصل بالظبط. لا طبعا، احنا لو رحنا البحر هنختفي احنا كمان. انا مش ممكن اروح هناك ابدا. ادينا وصلنا البحر، هنعمل ايه بقى؟ اسراء، ادينا وصلنا البحر اهو، هنعمل ايه بقى؟ اسراء، لميس في ايه؟ بصي. يخرب بيتك، خضتيني. ده انتي البحر عادي ازاي؟ ده كهربني. بقالنا ساعتين على البحر بندور، مفيش اي حاجه غريبه. لميس انتي فين؟ رجعوا لي اختي ياسمين بقول لكم. انت فاكره ان انت عندك اخت؟ لميس تعالي يا حبيبتي. لميس، هي البنت اللي هناك دي معاكي؟ لا طبعا مش معاها، انا بتمشى على البحر عادي. الله، الشمس حلوه قوي النهارده. ايوه معايا، وهي كمان صاحبتها اختفت زي اختي بالظبط. هاتوها. دي فاكره اختها ياسمين ودي فاكره صاحبتها لانا. ازاي؟ هو احنا مش مسحنا ذاكره كل الناس؟ ايه؟ واضح ان الاتنين دول احنا ما خدناش بالنا منهم واحنا بنمسح ذاكره الباقي. هو انتوا السبب انه ياسمين ولانا اختفوا؟ ايوه احنا، بقول لك احنا لازم نخلص منهم، هم كمان دول عرفوا كل حاجه. طب بما انك هتخلص مننا كده ما تحكي لنا وديتهم فين؟ مش احنا كده هنموت؟ ايوه صح، بس انت متاكده ان انت عايزه تعرفي هم راحوا فين؟ متاكده. طب تعالي معايا، اتفضلي شوفي.
هم طلبوا ان احنا نبعتهم على كوكب جديد عشان يشوفوا هم هيعرفوا يعيشوا هناك ولا لا. بس هم ما طلبوش انهم يروحوا. اسكت يا غبي. يعني انتوا خطفتوهم، انتوا هترجعوهم دلوقتي حالا يا اما هنقرصك. تقرصي ايه يا لبيس يا حبيبتي؟ الناس دي ممكن تموتنا. مش هنعرف نرجعهم عشان خلاص هم دلوقتي في طريقهم للكوكب الجديد. لا هم لسه هنا وهيروحوا الكوكب الجديد بكره. يا غبي انا كنت بكذب عليهم. كده ما عنديش حل تاني غير انكم تموتوا. لا في حل تاني، انك تضحك للكاميرا. انت بتصورينا؟ امسحي الفيديو ده حالا. كان نفسي يبقى فيديو والله، بس للاسف ده لايف. كل الناس عرفت انتوا عملتوا ايه دلوقتي. ايه ده حتى البوليس جه هناك اهو. باي لانا. ايه ده؟ هو انا فين؟ انت رجعتي بيتك خلاص. بيتي؟ انت مين؟ يا نهار اسود، انت نسيتيني. بهزر معاكي يا اسراء، شكرا انك انقذتيني. على فكره هما ما نسيوش يمسحوا ذاكرتي زي ما هما بيقولوا، هما مسحوها فعلا، بس احنا كان في ما بينا ذكريات كتير قوي فانا ما قدرتش انساكي. وبطلي يا حبيبتي بعد كده جري على البحر تاني، ها انا مش فاضيه كل يوم انقذك.